كان حول الشيشه وحول الفكره اللي عند المجتمع ديالنا بان الشيشه اقل ضررا بالصحه على الكارو. مشينا للزنقه وسولنا الناس شنو الراي ديالهم في هذه المساله هذه. كاينين شي عدد دخلوا لبلادنا بغرض ولات الحاجه بهم لحوايج اخرين. ناخذوا الشيشه مثلا اولا الركيله. المره الاولى المغاربه كانوا غير كيزينوا بها الصالونات ديالهم، ودابا ولات صالونات القهاوي مزينه بالزبائن المغاربه. هذا واقع. تدخين الشيشه سلوك سيء وكيتعتبر نوع من انواع الادمان عند الناس اللي كياخذوها بنسبه منتظمه، ولكن اما خطر هي ولا الكارو. الشيشه فهي كتكون اقل ضرر حيت خصها بزاف ديال الوقت على ما تصيب، وفي نفس الوقت ما كيكونش عندها تاثير على الصحه بزاف نظرا بارابور السجاير. السجاير فيها نسبه ديال النيكوتين والقطران بزاف، وكنظن ان الشيشه عندها ضرر اقل من السجاير. انا كيبان لي بان الكارو صار لانه كما كتعرفي الانسان تكون عنده الباكيه في جيبو وكيبقى غادي وكيكمل الوقت اللي بغا وكيستهلك بزاف. الشيشه كتكون واحد مره مثلا في النهار بالليل ولا في شي وقيته ولا شي حاجه، وكيكون واحد مجموعه. الا ما كانش مجموعه بنادم ما كيشيش. انا كنظن ان الضرر ديال الشيشه لها نفس الضرر ديال الكارو. الشيشه فيها اقل ضرر سميتو على الكارو، والكارو فيه الضرر 95% تقريبا. كاين مرض السرطان، كاين فيه بزاف الامراض، والشيشه فيها تقريبا 50% ديال الضرر بالنسبه للانسان. بزاف ديال الناس كيعتبروا ان البليه ديال الشيشه اقل من بليه الكارو، وشي وحدين فيهم باغين بالشيشه يقطعوا الكارو حيت كيقولوا ان خطوره الكارو الباكيه في الجيب. وكتسولهم على خطوره الشيشه كيجاوبوك الحمله. كنشكروا الناس على الدقه في الاجوبه ديالهم ب 100%، وكنشكرهم ب 120% على المشاركه ديالهم في هذا الميكرو تخوطور. بالفعل صعيب انك تسيرها بالشيشه في جيبك ولا كاينه دابا كاينه الشيشه دابا السيجاريت الكترونيك بحال الشيشه نفس الكونسيبت ديال الشيشه. ولكن واش كتظن انت مثلا بان الشيشه اقل ضررا مثلا من الكارو؟ انا كنظن بانه دخان ياك. وسولنا حتى الناس في فيسبوك في لاباج اوفيسيال ديالنا ميديا ان تي في، وكانت الاجوبه ديالهم الغالبيه فيهم يعني 85% ديال الناس تيقولوا لك بان بجوجهم مضرين بالصحه، مقابل 15% ديال الناس اللي تيقول لك لا واقيلا الشيشه اقل ضررا من الكارو. المهم باش نقطعوا في هذا الشيء ونهضروا بطريقه علميه وبطريقه اليقين، ما عندنا احسن من نتهضروا مع الطبيب اللي غيعطينا الراي ديالو الشخصي والخاص، ولا ماشي الشخصي، الراي ديال المهنه ديالو في هذه القضيه ديال الشيشه والسجائر. نتبعوا جميع الناس اللي يقولوا بان الشيشه اقل ضرر من الكارو خصهم يعرفوا بانهم غالطين واحد الغلط كبير. تيجيبهم الله بان الشيشه ماده طبيعيه، بان الشيشه مع الذوق ديال الفاكهه اللي فيها بانها مزيانه بحال الفاكهه، بان كاين داك الفلتر داك التصفي ديال الماء غادي يصفي المواد السامه، بان هادشي كلشي غلط. المواد السامه اللي كاينه في الشيشه كل اللي كاينه في الشيشه هي اللي كاينه في الكارو. اكثريه ديال الاحيان هاد الشيشه تتكمى في واحد المحل مغلق مع بزاف ديال الناس اللي تيكميو في نفس الوقت، اذا تتكمي الدخان ديالك ودخان الشيشه.